مساء الخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رح أعمل حلو ترايفل المانجو، حلا طيب ومنعش كتير للأجواء الصيفية. وهلأ رح نبدأ بالحلو. هو بتكون من 3 طبقات. رح نبلش بالطبقة الأولى. الطبقة الأولى عبارة عن كيك رح نشربه بعصير المانجا. لازم يكون الكيك اللي رح نستخدمه كيك فانيلا بدون نكهات. طبعا ممكن تستخدموا الكيك الإنجليزي أو كب كيك عادي حسب رغبتكم. أنا المتوفر عندي كب كيك الفانيلا فاستخدمته لحلو اليوم. هلا رح أبدأ أقطع الكيك، وبعد ما أقطعه رح أبدأ أصفه بصينية البايركس مثل ما انتو شايفين، وبعدين رح أبدأ أشرب الكيك بعصير المانجا. تقريبا رح أحتاج هون لنص كوب عصير المانجا. رح أتأكد إنه كل الكيك اتشرب بعصير المانجا، وبحرك الصينية حتى أتأكد ما يكون الكيك اتشرب العصير المانجا زيادة معي. وهلأ رح أبدأ بمكونات الطبقة الثانية. رح أستخدم ظرف من بودرة كريم الكراميل، ورح أضيف عليها ظرف من بودرة الكريمة وعلبتين من القشطة، ورح أضيف عليهم 6 حبات من الجبنة الكريمية. طبعا بتقدروا انتوا تستخدموا جبنة كريمية أي نوع انتوا بتحبوها. وكمان رح أضيف عليها ربع علبة حليب مكثف محلى وثلث كوب من عصير المانجا. بعدين رح أبدأ أخفق في المكونات مع بعض حتى إني أحصل على خليط متجانس. بخلط فيهم مع بعض حتى تذوب الجبنة بالخليط ويصير عندي الخليط كريمي. طبعا إذا كان الخليط سميك شوي أو تقيل رح أضيف عليه شوي من عصير المانجا، وبرد بخلط فيهم عبين ما يصير معي الخليط جاهز. وهلأ بعد ما جهزت معنا الطبقة الثانية رح نضيف على الطبقة الأولى اللي جهزناها قبل. رح أبدأ أصب الخليط الكريمي على الكيك ووزعه على جميع الطبقة الأولى. رح أتأكد إنه ما ضل فراغات أو مكان ما غطيناه بطبقة الكريمة. وهلأ رح أجيب المانجا، رح أغسلها وأقشرها عشان أبدأ أقطع المانجا على شكل مربعات متوسطة الحجم. هون أنا استخدمت 3 حبات من المانجا. هلأ المانجا بتقدروا تخلطوها مع الصوص الكريمي اللي عملناه، بس أنا هون حطيتها طبقة لحالها فوق الصوص الكريمي، هيك بتكون أطيب وطعم المانجا ظاهر أكتر. هلأ بالنسبة لكمية الحلو اللي عملناها، بتعمل منها بايركس حجم كبير أو صحن تقديم كبير. بتعمل منه طبقات كيك، بعدين صوص كريمي، بعدين مانجا، وبضلك تعيدي بالطبقات حتى يخلص الصوص الكريمي. بس أنا هون عملت بايركس حجم صغير وما كررت الطبقات لأني بدي أعمل منه بكاسات مثل الموجودة بأول الفيديو. بحسها أحلى وأسهل للتقديم إذا كان في عندك ضيوف. وهلأ بنروح للطبقة الأخيرة. رح أضيف كوب من العصير المانجا مع معلقتين كبيرة من النشا، وبنخلطهم مع بعض منيح حتى يدوب النشا، لأنه النشا إذا ضفتيه على السائل السخن رح يكبتل معك. بعدين رح أحطهم على الغاز، بضلني أحرك بالخليط حتى يبدأ يتقل معي، وبعدين لما يغلي رح أطفي عليه، وهيك بيكون القوام معي بعد ما يغلي. وبس يبرد الخليط شوي رح أضيفه على طبقات الحلو. رح أوزعه على كامل صينية البايركس، وبعدين رح أحطه بالثلاجة لمدة 2 ساعة أقل إشي حتى يتماسك معي. وبالنسبة للتزيين رح أستخدم من المانجا اللي قطعتها. طبعا بتقدر تزينوها مثل ما بدكم. وهيك بيكون حلا ترايفل المانجو جاهز معانا للتقديم. عن جد من أطيب وأذكى وأبرد الحلويات اللي ممكن تجربوها. وصحتين.